السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هكلمكم عن غسالة الأطباق. هكلمكم عن مميزات غسالة الأطباق وعيوبها للي عايز يشتري غسالة أطباق ومحتار، لأن غسالة الأطباق دلوقتي غليت جدا. ففي ناس كتير محتارة تشتري غسالة الأطباق ولا لأ مع سعرها الغالي ده، وهي غسالة الأطباق دي هتبقى مفيدة ليها ولا لأ، وكمان تستاهل تمنها. تمنها اللي هتدفعوا فيها ولا لا. فانا هقول لكم كل حاجه عن غساله الاطباق للي حابب يشتري غساله الاطباق او اللي لسه شاري غساله الاطباق. هقول لكم مميزاتها وعيوبها بكل امانه. مش هتلاقوا المعلومات دي في اي حته غير في الفيديو ده. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. اول حاجه غسالتي هي اسمها اندست 10 افراد. دي غسالة الأطباق بتاعتي، وهقول لكم على المميزات والعيوب اللي أنا شفتها في الغسالة دي. ولو انت برضو حابة تشتري غسالة، هي العيوب والمميزات تعتبر مشتركة في كل الغسالات، يعني العيوب والمميزات الموجودة في كل غسالة الأطباق. أول حاجة هفتح كده وأوريكم. اول حاجه مميزات غساله الاطباق انها بتوفر في الوقت والمجهود. يعني انت ممكن تاخدي وقت في ان انت تغسلي الاطباق والكوبايات، لكن غساله الاطباق بتوفر في الوقت معاكي، بتوفر في المجهود. فبتوفر لك كتير من وقتك. تاني حاجه، لو الاطباق كتيره بتغسلها كلها بسرعه زي ما انت شايفه كده. لو انت عندك مثلا عزومه، لو انت عندك اطباق كتير، الغساله بتاخد كل الاطباق. ولو كبيره، يعني انا غسالتي صغيره، لو كبيره بتاخد اطباق اكتر. وبتنفع جدا غساله الاطباق في العزومات، وبتحطي فيها الاطباق بتغسلها لك كويس. وزي ما انت شايفه كده بتاخد كميه كبيره من الاطباق، فهتنفعك جدا لو انت لو انت بتستهلكي برضو اطباق كتير وعندك عزومات. فطبعا الاطباق دي بتبقى كتير جدا، فالغساله حلوه جدا في موضوع العزومات والاطباق الكتير. الميزه اللي بعد كده، لو عندك الحوض بيتسد كل شويه وبتضطري ان انت تسلكي الحوض طبعا من غسيل المواعين، فغساله الاطباق حلوه جدا. وبتخلصك من المشكله بتاعت ان الحوض يتسد. فانت كده وفرتي ان انت كل شويه تسلكي الحوض بتاع المواعين. وفي ميزه تانية برضو حلوه جدا فيها، ان هي موفره في الميه والكهرباء. النوع ده موفر جدا في الميه والكهرباء، ما بيستهلكش معاكي ميه كتير زي ما بتغسلي المواعين على الحوض. فغسالة الاطباق بتوفر معاكي في الميه والكهرباء. النوع اللي انا جايباه، مش عارفه بقى الانواع التانية بتوفر برضو ولا لا، بس نوع غسالة اندست ايطالي، وبتوفر في الميه وبتوفر في الكهرباء. وبتغسل زي ما انت شايفه كده، بتغسل الصيني وبتغسل الميلامين والبايركس والبلاستيك القابل لغساله الاطباق. يعني في بلاستيك بيكون خفيف، فده مش غساله الاطباق ممكن تسيحه. لكن غير كده هي بتغسل جميع انواع الميلامين والبايركس والصيني. وكمان بتغسل على درجه حراره عاليه جدا، بتعقم الاطباق. دي ميزه فيها حلوه جدا. بصي بتغسل برضو الصيني اهو، بتغسل الصيني وبتغسل معاكي الاطباق الميلامين، وبتطلع معاكي الاطباق حلوه جدا. وبتغسل كمان البايركس، وبتغسلهم على درجة حرارة 60. فطبعا ايدك مش هتستحمل ان هي تغسل على درجة الحرارة دي، بتعقم الاطباق والكوبايات، فبتطلع معاكي حلوة جدا ومتعقمه اكتر من انك هتغسليهم على ايدك. فدي مميزات غساله الاطباق. وطبعا اكتر حاجه عجبتني ان انت بتوفري في وقتك. لو في الوقت ده هتقفي تغسلي المواعين هتاخد منك مثلا ساعه في غسيلها، فانت بترصي الاطباق على طول في غساله الاطباق وهي بتغسل بقى، فبتوفر معاكي في الوقت والمجهود. لو انت حابه تشتريها، دي مميزات بتاعه غساله الاطباق. اما بقى العيوب، هقول لك دلوقتي على العيوب بتاعه غساله الاطباق اللي محدش هيقول لك عليها غير في الفيديو ده. من عيوب غسالة الأطباق إن الكوبايات معظمها بتبقى مجيرة. يعني بتغسل الكوبايات الإزاز بتجير معاكي بالشكل ده كده. مهما جبتي كوبايات نوعها حلو أو كوبايات غالية، بتطلع معاكي برضو الكوبايات بالشكل ده كده. هتقولي لي على حسب المسحوق. برضو جبتي مسحوق غالي رخيص، هي برضو بتطلع الكوبايات مجيرة. أنا ساعات بحط معاها شوية خل علشان خاطر الكوبايات متطلعش معايا مجيرة. ده برضو أهو، هي بتبقى حلوة جدا مع الكوبايات اللي هي المجات. تغسل المجات كويس جدا، فالمجات حلوة جدا فيها. لكن الكوبايات الازاز ما بتنضفش
الا لما بحط معاها شويه خل. وطبعا دي كوبايات تانية اهي، هي من جوه نضيفه لكن هي من بره مجيره زي ما انت شايفه كده. والرف اللي فوق اهو بتغسل كويس جدا الكوبايات دي، لكن الكوبايات الازاز بتطلع معاكي مش حلوه، بتطلع مجيره. من العيوب بتاعتها برضو ان الرف اللي فوق دوت معظمه ما بينضفش فيه، حاجات ما بتنضفش فيه، يعني مش كل الحاجات بتنضف. وزي ما انت شايفه كده في حاجات بتنضف وحاجات ما بتنضفش. دي الكبشه اهي، هتلاقي حاجات نضيفه وحاجات ما بتنضفش، مش كله هتلاقيه نضف معاكي. بصي الطبق ده طبعا ده طبق استانلس، هو المفروض بيلمع، بس من فوق بصي هتلاقي فيه حاجات اهو، فهي مش بتنضف الاطباق. الرف اللي فوق ده مش بينضف الحاجه كويس. من عيوب برضو غسالة الاطباق اللي انا شفتها في الغساله بتاعتي ان هي 10 افراد، ما بتاخدش غير حلل صغيره، ما بتاخدش حله مثلا كبيره، ما بتاخدش برضو حلل كتير، يعني على قد كده. لو انت جايبه غساله كبيره هتنفع معاكي وهتحطي الحلل، لكن الغساله دي بتاخد حلل بس متوسطه، ما بتاخدش الحلل اللي هي الكبيره. حاجه تانية، لو الحله فيها حرق لازم تغسليه الاول عن الحوض وبعد كده تحطيها، لانه مش هتنضف معاكي. ده برضو من عيوب غساله الاطباق. وبرضو من عيوب غساله الاطباق ان هي صعبه في الاستخدام في الاول. عايزه اقول لكم انا عانيت جدا على ما عرفت ان انا استخدمها. كان في شويه مشاكل، فهي صعبه في ان انت تستخدميها في الاول، بس بعد كده بتعرفي تستخدميها ازاي. وممكن تشوفي فيديوهات وتعرفي، بس كان معقده شويه في الاستخدام بتاعها في الاول. دي عيوبها، يعني انت في الاول ممكن تتعقدي منها بسبب ان انت مش عارفه تشغليها، يعني ممكن تتعبك شويه على بال ما تعرفي ان انت تشغلي غساله الاطباق. متعبه شويه في الاستخدام. وعلى ما تعرفي ان انت تظبطيها على درجه حراره معينه وتطلع معاكي الاطباق والكوبايات نظيفه. عيب تاني برضو في غساله الاطباق ان انت بتحوشي الاطباق علشان ايه؟ تملي الغساله. بتحوشيهم في الحوض، فممكن ياخدوا مكان عندك على بال ما تحوشي الغسله اللي انت هتغسليها. فكل الاطباق دي انا بحوشها الاول في الحوض، وبعد كده برصها زي ما انتم شايفين كده، علشان خاطر الغساله بتاخد وقت على ما بتغسل. الغسله بتاخد 4 ساعات، وده برضو عيب في غساله الاطباق ان هي مش بتغسل لك الحاجه على طول، تاخد 4 ساعات. لو انت عايزه الحاجه تنضف، لو انت عايزه تحطي الحاجه وتخلصيها على طول، لو الكوبايات مثلا ما بتاخدش معاكي وقت، لكن انا بحط كله مع بعضه، عشان كده بتاخد 4 ساعات على درجه حراره 60 على بال ما الحاجات والكوبايات والحلل وكله ينضف معايا. عيب برضو ان هي سعرها غالي جدا. انا كنت جايباها الاول ب6000 او مش عارفه ب5.5، دلوقتي معرفش بقت ب20، فده عيب فيها ان هي برضو غاليه جدا. ودي 10 افراد مش اللي هي الكبيره، مش عارفه الكبيره بكام. وفيها عيب برضو ان هي مش بتغسل، برضو ده عيب برضو فيها كبير، ان هي مش بتغسل. ما بتغسلش الالومنيوم. فغساله الاطباق ما بتغسلش معاكي الالومنيوم خالص، بتخلي الالومنيوم معاكي مش حلو خالص. لو حطيتيه في غساله الاطباق هيطلع معاكي مجير، وهيطلع كانك غاليه الصينيه او الطبق ده غاليه فيه ميه كذا مره، وهيقعد معاكي فتره كبيره على بال ما يطلع السواد اللي فيه، زي كانك كده غاليه في الحله او غاليه في الطبق ده ميه لمده كبيره، فهتقعدي تدعكي فيه كتير على بال ما يطلع السواد اللي في الالومنيوم. فما بتغسلش خالص الالومنيوم معاكي بيبوظ في غساله الاطباق. طبعا فيها عيب برضو تاني زي ما انت شايفه كده، المعالق مش بتنضف. في الرف اللي فوق ده المعالق مش بتنضف، بصي بتطلع معاكي مش حلوه، وبتطلع ساعات لو المعلقه معاكي فيها حاجات زي كده ناشفه، مش بتنضف في غساله الاطباق. بصي لو في حاجات ناشفه فيها مش هتنضف. في حاجات تانية ممكن تنضف اللي هي سهله، لكن الحاجات اللي هي فيها بواقي الاكل ناشف مش بتنضف. زي ما انت شايفه كده هتلاقي في حاجات كده في المعالق. انا بحط المعالق تحت بتنضف، لكن فوق الرف اللي فوق ده مش بينضف ولا معالق ولا بينضف قوي، يعني بينضف في حاجات بينضفها وحاجات مش بتنضف. فمن عيوبها ان الرف اللي فوق دوت ما بينضفش قوي، والمعالق معاكي مش بتنضف، لو فيها حاجات ناشفه مش هتنضف معاكي. ولو حطيتي سكينه هوريك كده برضو، لو حطيتي سكينه الاستانلس بتاعها مثلا مش النوع كويس، بصي بتلاقيها صدت. فانت لو حطيتي سكينه زي كده هتلاقيها صدت معاكي بالشكل ده كده. في حاجات بتصدي، والاطباق الاستانلس برضو مع الوقت لو هي مش من النوع الكويس بتلاقيها برضو صدت معاكي. الحله الاستانلس بتتغسل عادي وبتطلع معايا كويسه، لكن في حاجات تانية بتصدي معاكي زي الاطباق. بصي الطبق ده مش حلو خالص وباظ من غساله الاطباق.
فيها عيب برضو تاني، ان الفيشه والصرف لازم يبقى ليهم مكان مخصص، وان لازم تبقى ليها فيشه لوحدها، لان الفيشه لو انت حطيتيها مع حاجه تانية مشترك او اي حاجه او مع سخانه او اي حاجه، هتلاقي غساله الاطباق معاكي الفيشه اتحرقت. فلازم تبقى فيشه لوحدها زي فيشه لازم فيشه لوحدها زي فيشه التلاجة كده او فيشه السخان، فلازم ليها فيشه واحده لوحدها، ولازم يبقى ليها صرف ومكان مخصص. وانا غسلت فيها الحوامل بتاعه البوتاجاز، وعايزه اقول لك ما نطفتش. فلو غسلت فيها اي حاجه فيها دهون، الدهون بتتراكم في غساله الاطباق. العيب اللي بعد كده ان غساله الاطباق المسحوق بتاعها طبعا غالي جدا. كان اول ما جبتها كان المسحوق ب 200 والمساعد الشطف ب 100. فدلوقتي المسحوق غالي بقى ب 400 جنيه. وعايزه اقول لك لو ما جبتيش مسحوق كويس هتلاقي الاطباق ما نتفتش والكوبايات، فلازم تستخدمي لها مسحوق كويس. انا بستخدم مسحوق برده مش غالي قوي، وبحط معاه خل. لو عايزين تعرفوا المسحوق اكتبوا لي في التعليق. انا عملت قبل كده فيديوهات بالمسحوق، كنت بستخدم كلينة. بعد كده دلوقتي انا كنت بستخدم كلينة، دلوقتي بستخدم مسحوق لوتفيك حلو جدا. هو مش بينضف قوي، يعني في حاجات مش بينضفها، بس هو ده احسن واحد. بس دلوقتي يعتبر هو غالي، يعني دلوقتي هو غالي، هو كان ارخص من كده. فعايزه اقول لك هي دي العيوب بتاعه غساله الاطباق اللي محدش هيقول لك عليها، وانا قلت لك عليها في الفيديو ده. ليك الاختيار تشتريها لو انت حبيتي المميزات بالنسبه لك احسن، بالنسبه لسعرها ممكن تشتريها، او لقيت العيوب كتير ممكن ما تشتريهاش. بس انا عن نفسي انا لو كانت بالسعر اللي هو ده دلوقتي طبعا كان صعب ان انا اشتريها، لكن اشتريتها الحمد لله في وقت ما كانتش فيه غاليه قوي. يا رب اكون افدتك في الفيديو، ويكون الفيديو ده عجبك. لو انت حابه تشتري غساله الاطباق ما تنسينيش في لايك والاشتراك، ومع السلامه.